لوحة الموناليزا اللي معلقة اليوم في متحف اللوفر وراء الزجاج المضاد للرصاص، والشهرة ديالها وصلت العالمية. واش كنتي عارف بلي هاد الشهرة كاملة ما بدات حتى لواحد النهار، نهار الاثنين 21 وجد. قبل من هاد النهار الموناليزا كانت لوحة عادية ومغمورة وسط المتحف، لدرجة حد ما كان عاطيها أهمية كبيرة. ولكن واحد السيد خفى العالم كامل، شفرها في طرفة عين، وردها أشهر لوحة في التاريخ. اليوم غنعيشو خبايا كبر وأغرب سرقة سينمائية دوخت فرنسا. البطل ديال قصتنا سميتو فينسينزو بيروجيا، مواطن إيطالي كان عايش ومهاجر في فرنسا. إنسان بسيط وعلى قد الحال، ولكن راسو عامر حيلة وقوالب. بيروجيا كان صباغ، وسبق لي خدم مع شركة دارت الزاج الواقي للوحات في متحف اللوفر بيدو. يعني خينا حافظ المتحف شبر بشبر، وعارف الدواخل والخوارج والوقت فين كتخبى البلاصة. وكيف ما كنقولوا في المثل، الفرصة كتصنع الشفار. وبيروجيا لقى الهمزة نهار الاثنين، حيت هذاك هو النهار اللي كيكون فيه المتحف ساد على قبل الصيانة، وكيكون فيه غير الخدامة. مع الصباح الصباح نهار الاثنين دخل بيروجيا مع الخدامة عادي جدا. هو لابس لبسة بيضا ديال الصباغة باش حتى حد ميشك فيه. مشى نيشان للصالون المربع فين كانت معلقة الموناليزا، تسنى حتى خوا داك الجناح، قرب من اللوحة وحيدها من الحيط بكل برودة الدم. فكك اللوحة وحيد ليها الإطار الثقيل الخشب والزاج، ولوى اللوحة في ثوب بيض وغطاها تحت الكبوط ديالو. مشى يخرج من الباب الرئيسي، لقى الساروت مبغاش تحلي. وباش تشوف الزهر فين كيوصل، داز من حداه واحد العامل خدام في المتحف، حلي الباب بباب الله، وخرج بيروجيا المحطة، ركب في التران وزاد في حاله للبيت ديالو. المضحك في القصة هو إدارة المتحف دازت عليه 24 ساعة كاملة، وتا واحد النفاق بلي اللوحة تسرقات. كيسحاب اليوم غير مشات عند المصور ديال المتحف كيقاد ليها شي بلان. حتى نهار الثلاثاء جاء واحد الفنان بغى يرسم اللوحة، لقى الحيط خاوي فيه غير بعض المسامر كيشوفوا فيه. تما ناضت القيامة في فرنسا، تسد المتحف سيمانة كاملة، الحدود بلوكات، والبوليس تخلطوا عليهم العرارة، لدرجة شدوا الشاعر الكبير غيوم أبولينير وخشوه في الحبس، وحققوا مع الفنان العالمي باب بابلو بيكاسو حيت شكوا فيه. والبوليس مشاو حتى لبيت بيروجيا، حيت كتا هو كان في لاليست ديال الخدامة. فتشوا البيت، ولكن ما ردوش البال باللي الموناليزا كانت مخبيه في صندوق قديم تحت السرير ديالو كينعس عليه. مور عامين في 1913 يسحاب البيروجيا بلي القضية صافي بردات، هز اللوحة وسافر بها لفلورنسا في إيطاليا، واتصل بواحد التاجر التحف. قال لي عندي الموناليزا وبغيت نرجعها لبلادها، وبغيت نرجعها لبلادها الأصلية حيت نابليون شفرها لينا، وطمعوا يبيعها ليه ب500,000 ليرة. التاجر وافق، ولكن غير شاف اللوحة وتأكد منها غفلو عيط للبوليس، وحصل بيروجيا حصلة غريبة. القضاء الإيطالي تعاطف معاه حيت اعتبروا بيروجيا دار هادشي بدافع الوطنية، ودوز غير شي شهور في الحبس وخرج. اللوحة رجعت للوفر، وبسبب هاد السرقة والجرائد العالم كلشي ولا باغي يجي يشوف اللوحة اللي تسرقات. وهكا بانت الخبايا ديال الشهرة ديالها بسبب صباغ درويش. إلا عجبتك السرد وخديتي العبرة، خبط واحد اللايك وتابونا في خبايا، وقول لي في التعليقات واش هاد خينا دار الصواب وبطل، ولا مجرد شفار طماع وخرج عليه طمعه.